الاهلي يعني او رغبه اللاعب حسب انضمامه لبتروجيت عن امبي. يوم ان شاء الله نشوفه باذن الله. لعيبه كتير على فكره صغيره، ودي للاسف الشديد في موسم الانتقالات اللي احنا بقينا كل فرقه بتعمل موسم انتقالات قوي جدا. وعلى فكره ما حدش يلوم الادارات، لان الجماهير هي اللي بتضغط على الادارات انها تشتري لعيبه. للاسف الجماهير كلها بقت تضغط. هتجيبوا مين؟ ما تجيبوا لنا مش عارف مين، ويبقى لعيب عندك انت احسن منه بكتير والله العظيم في الناشئين، ويبقى بيلعب عليه في منتخب الشباب عليه اساسي، ولكن الجمهور بيضغط هاتوا ده هاتوا ده هاتوا ده، ومحدش بيبص للناشئين بشكل او باخر. بقى الناشئين بتوع الزمالك والاهلي دلوقتي على طول هتلاقيهم اعراض، ولو ثبتوا نفسهم يرجعوا بقى يلعبوا بعد كده، لكن عمر ما بيبقى في لعيب، قليل جدا اللعيب اللي بيطلع من تحت وياخد، خصوصا في الحته اللي من قدام، من نص القداماني ده، نص ملعب مهاجم ومهاجم، انسى انه يلعب، لازم بقى ايه يعني يكون مارادونا عشان يلعب، لان الحته دي دايما هتلاقي يقول لك هاتوا مش عارف مين من امبي، هاتوا مش عارف مين ده جاب جونين في مع سموحه. هتلاقي دايما الجمهور ايه بتقولوا يا جماعه؟ جدا للناشئين للاسف. يعني انا عايز اقول لكم حاجه، انا ايام ما كنت بلعب او لما طلعت من ناشئين نادي الزمالك، انا طلعت انا عاوز اقول انا يعني كابتن محمد صبري، كابتن احمد عبد الله، كابتن مؤمن سليمان، كابتن معتمد جمال، كابتن مدحت عبد الهادي، كل دول حوالي 6، كابتن وليد معاذ، دول طلعنا 7 من ناشئين نادي الزمالك، طلعنا نلعب في الدرجه الاولى. السبعه 7 ناشئين طلعوا لعبوا في الدرجه الاولى وتأيدوا في الدرجه الاولى. تخيلوا قبلينا بقى السنه اللي قبلينا على طول، يعني ما احنا بيبقى في سن قبليك تأيد فيه كابتن نادر السيد، كابتن عقل جد الله، كابتن سامي الشيشيني، كابتن امير عبد العزيز، كل دول كانوا بيلعبوا برضه منتخبات اولمبيه ومنتخب وطلعوا تصعدوا للدرجه الاولى. فبقول لكم قبلينا بسنه، قبل دول كمان بسنه، كان في جيل اللي هو كابتن خالد الغندور وكابتن مصطفى ابراهيم، دول اتأيدوا برضه ولعبوا في نادي الزمالك كناشئين نادي الزمالك. فانا بقول لكم في 3 سنين في حوالي 12 لعيب. انا بتكلم عن نادي الزمالك. نادي الاهلي بقى كان في مثلا جيلنا كان في كابتن هشام حنفي، كابتن هاني العقبي، كابتن مصطفى كمال، كابتن تامر بجاتو، بس يمكن اللي اتأيد في الاهلي كان هشام حنفي ومصطفى كمال اعتقد، ويمكن هما الاثنين بس. الجيل اللي بعديه كان كابتن هادي خشبه وكابتن وليد صلاح الدين، دول برضه اتأيدوا كانوا ولاد نادي الاهلي. انا مش عايز انسى حد لان انا يعني، وكابتن محمد يوسف. فشوف الدنيا كان كل لعيبه الاهلي والزمالك دول بيطلعوا من النادي الاهلي والناشئين. الضغط الجماهيري اللي بقى يطلع دلوقتي في السوشيال ميديا بيخلي على طول إن اي اداره يعني تسعى الى الاجنبي او الى ان هو يشتري لعيبه، على الرغم من والله العظيم اللعيب اللي بيبقى عندك في ناديك ده والله ساعات بيبقى فيه لعيبه احسن بكتير جدا جدا جدا.